التقييمات وصلت ومحدش يزعل من التقييمات عشان التقييمات قاسية جدا في ماتش الأهلي والهلال السوداني. خلينا نبتدي بمحمد الشناوي اللي صد انفراد في الشوط الأول كان مهم جدا، كان ثابت اللي راح له اتعامل معاه بشكل هايل، هديله 8 من 10. ننتقل لأشرف داري، الراجل ده تقيل، الراجل ده فيه مشاكل، الراجل ده أنا فهمت ليه الراجل ده جه من أوروبا للدوري المصري. الراجل ده عنده مشاكل بدنية، أنا بحس إن الراجل شايل رمل في رجله وهو بيجري. فأنا مش عارف هل ده جودة النادي الأهلي أو ده الكواليتي اللي كان النادي الأهلي مستنيه من أشرف داري. أنا مش شايف ده. اديله في ماتش الهلال السوداني 2 من 10 وخدمه، أو 3 من 10، وممكن أبقى خدمه كمان في الرقم ده. رامي ربيعة 4 من 10 لا جديد، مشي حالك حالك يمشي يا رامي. محمد هاني نجم المباراة النهارده قدام الهلال السوداني، شوط أول هايل، تدعيمات هجومية هائلة، شوط تاني معقول بما ان الفريق مستواه نزل، فهو نجم المباراة، اديله 8 من 10. مروان عطية 2 من 10، وعندي كلام مهم على مروان عطية. مروان عطية، هل خط وسط النادي الأهلي يجب أن تكون مروان عطية 2 من 10، وعندي كلام على مروان. مروان عطية يا جماعة لعيب دايرة في النادي الأهلي، فأنا شايف إن عيب يكون لعيب دايرة في النادي الأهلي ما بيعرفش يباصي. اكرم توفيق شرح مروان عطيه 2 من 10، نفس الكلام، ما ينفعش لعيب دايره في النادي الاهلي يكون مستواه والكره في رجله بالسوء ده. اشرف بن شرقي النهارده كانت اسوا مباريات اشرف بن شرقي مع النادي الاهلي منذ التعاقد معاه، هديله 3 من 10 او 4 من 10، وخدمه برده في الرقم ده، لان اشرف النهارده كنت مستني منه مستوى اكبر من كده. امام عاشور 0 0 0، انانيه وعدم استمراريه في المستوى وتركيز في النفس اكتر ما هو تركيز في الملعب. الطريقه والاسلوب ده يا امام هيوديك ان بعد موسم واتنين جمهور النادي الاهلي مش هيبقى طايق يشوفك في الملعب. حذاري، انت لاعب جامد، لاعب خط وسط امكانياتك مرعبه، بس انت ماشي في الطريق نفسك قبل الفريق، ودي كارثه. جراديشار النهارده 3 من 10، شايف ان عند جراديشار احسن، وشايف ان عند جراديشار شكل افضل، بس هل المشكله في كولر ان الراجل ده مش قادر يحط التوليفه ما بين جراديشار ووسام؟ مش عارف. سام ابو علي النهارده 0 0 او 1 كمان، وانا برضو خادم وسام في الرقم ده. وسام سيء قوي من بعد العوده من الاصابه، وسام مش احسن حاجه، يمكن دي اسوأ نسخه يا وسام احنا شفناها لك منذ التعاقد معاك. يحيى عطيه الله 0، مستوى سيء جدا بدنيا وفنيا وتكتيكيا وكل حاجه. علي معلول مش هيجد صعوبه تماما